السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. البيت الكلاكي وكل الطاقم المشرف على المنتخب يدخل المجموعة الثانية. ياسين بونو في موريرا 0 يحاول يمرر تحكيم زياش ترفع الكرة فرصة تابع هذه الكرة الثابتة زياش حكيم زياش كيرفع الكرة فرصة وخروج الحارس بوفال بالفعل سفيان بوفال فرصة تمريرة زياش تسديد وتدخل رودريغو وفينيسيوس الكرة خطيرة وهذا كيرجع والمغرب متشبت بحقه في التنظيم في الوقت والمحاولة. أشرف حكيمي على اللاعب تينو خطيرة فرصة خطيرة لفائدة البرازيلي. سنتابع هذه المحاولة التمريرة. كان هناك وضعية تسلل تدخل قارة افريقيا واوروبا في الوقت هذه المحاولة لممثل القاري في الوقت كنتابعوا المحاولة اللي كانت من الجهة تمريرة طويلة من اللوكاس المغربي. فرصة يوسف أنصيري كيرجع الكرة لبلال الخنوس. نتابعوا هذه المحاولة مرة أخرى من الجهة اليمنى. عز الدين أولاحي مرة أخرى لبلال الخنوس مزرعة وشالونا في الوقت هذه المحاولة كانت متعبرة الجهة صغار حتى انه يتم خفض السن ديال اللاعبين. محاولة خطيرة الحكم المباراة. لاحظوا نصير طريقة ممتازة وبسط بأدوار خطيرة لابد من إبعاد الكرة. ياسين بونو التمريرة الخاطئة كالبحث عن النصير المزراوي لحسن الحظ بأن العودة ديال ياسين بونو امام اللاعب رودريغو وتدخل ياسين البحث عن الضربات الرأسية. لعبت كرة دائرية فرصة خروج الحارس بلا أشرف حكيمي. خروج ياسين بونو خروج خاطئ والهدف الأول لفائدة المنتخب. مرة أخرى خروج ما كانش بشكل جيد. لاحظوا ولو انه خرج باش انه يدخلوا الكرة وطلعت الكرة اللي فينيسيوس جونيور اللي وضع الكرة. المحاولة وبوفال فرصة وبوفال هدف كرة جول يا بوفال انت الفعل الحسن. مستوى المدرجات فرحة كبيرة للجماهير المغربية. الكرة لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي تمريرة ممتازة ثم خطأت الكرة لسفيان بوفال. ما زاد من قص وضع الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذه الجمالية واللي خلى ما كاين أي ردة فعل لويفرتون. نتابعوا هذه المحاولة سفيان السيري تمريرة فرصة حكيم زياش جولة أولى مثالية فرصة فينيسيوس وأشرف على الكرة الثابتة أو لعبت كرة داخل منطقة الجزاء. محاولة فائدة المنتخب البرازيلي داخل منطقة الجزاء. بالنسبة للمنتخب البرازيلي للتمرير داخل منطقة الجزاء تسديدة تدخل الدفاع حكيمي زياش وفينيسيوس جونيور. كانت شيء ما تقدم ديال ياسين بونو يسدد بكل قوة ولو أن كل المغربات لعبت الكرة بالفعل ترفعت كواحد ممتازة من عز الدين أولاحي. شو يعمل عز الدين أولاحي تمريرة فرصة زياش. التمريرة كانت ممتازة عز الدين أولاحي طريقة باش خدا الكرة. نتابعوا التمريرة ديال عز الدين أولاحي لسفيان بوفال. لو سدد الكرة للشباك أعتقد كان بإمكانها تدخل ابعاد الكره ومرتد هجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش حاول يرفع المغربي مره اخرى. اشرف حكيمي حاول يمرر محاوله حكيم زياش وسطات الكره امامه بعد ما كان او تدخل ممتاز ياسين بونو امام رودريغو. لاحظوا تدخل سيلفا لعبت كره دائريه راسيه ضربه مرمى. سفيان بوفال عند نصير المزراوي وحاول يمرر ويبحث على فائده المنتخب الوطني المغربي عند حكيم زياش. مره اخرى لاشرف حكيمي فرصه فائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل كان امام سفيان امرابط ما شاء الله لاعب امكانيات كبيره. فيليبس كولاري تابعوا المحاوله من الجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. بلال الخنوس دخل داخل منطقه الجزاء. كانت البرازيلي فرصه محاوله خطيره لفائده المنتخب البرازيلي داخل منطقه الجزاء. ترفع الكره في القائم الثاني تدخل والعوده ديال التمريره وتدخل وقت يسترجع الكره امام يوسف أنصيري خطيره وهدف. سنتابع مره اخرى. كان خطا على مستوى التمرير. استرجاع الكره من طرف لوكاس تسديده طرف اللاعب والعبيد كاسيميرو اللي كيوضع الكره في الشباك. هدف اول
لفائده المنتخب البرازيلي. اذا كاسيميرو كارلوس من العناصر الوطنيه لعبت كره دائريه، فرصه تدخل الدفاع وابعاد. تابعوا هذه المحاوله، فرصه بيدت المنتخب الوطني المغربي، تدخل ديال الدفاع تعود مره حكيم زياش، التمريره داخل الميدان اليسرى، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. يحيى عطيطلا تدخل، ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع، ترجع الكره بالجهه، ترفعت الكره داخل فرصه بيدت المنتخب الوطني المغربي. سفيان بوفال رفع الكره داخل منطقه الجزاء، والمنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء. فرصه نصير مزراوي، امكانيه تمرير داخل الجزاء، رفعت الكره، فرصه وراسيه. المحاوله اخرى، يحيى عطيطلا رفع الكره، فرصه هدف هدف صابري. طال الصبر طال يا عمري، طال الصبر طال يا عمري. سجدة للمولى تعالى. تمريرة، تدخل ممكن بزياميرو مرة أخرى فينيسيوس جونيور، حاول الدخول داخل منطقة الجزاء، تدخل دفاع عدل ممتاز، هناك خطأ الوقت لتغيير آخر، خروج إيمرسون ودخول اللاعب